الفيلم بتاعنا بيبدأ حكايته إن في يوم من الأيام الحاج ريتش خلف عيل وسماه ريتشي. وريتشي ده بقى لما كان عنده أسبوع كان أغنى طفل في العالم. من يوم ما اتولد وبدأت حياته المرفهة، وبدأ تجهيزه علشان يكون حامل الراية بعد أبوه، وبيكون له خادم خاص بيه مسؤول عن تنظيم مواعيده ودروسه ونشاطاته وأي حاجة ليها علاقة بحياته. الخادم ده اسمه كابري. المهم ريتشي من يوم ما اتولد وهو عنده كل حاجة حرفيا غير أهله اللي بيحبوه قوي، لدرجة إن أبوه كان بيعطل شغله علشان يرضيه. ومن صغر ريتشي وهو بيحب يلعب البيسبول وبيدربه مدربين كبار قوي، وده خلاه محترف. ومع الوقت بيكبر ريتشي وبيبدأ أبوه يعتمد عليه واحدة واحدة. وفي يوم بيكون فيه افتتاح لمعمل من المعامل اللي تبع شركات أبوه. بيوصل ريتشي للمكان بالطيارة الخاصة بتاعته، طبعا ما هو غني بقى، وبيسلم على الصحافة وبيقول الكلمتين بتوعه في المؤتمر، وبياخد شوية هدايا وتكريمات من الناس. بس قبل ما يمشي بيشوف مجموعة أطفال بتلعب بيسبول في الشارع، فبيقرر إنه يروح يلعب معاهم. فالبادي جارد بتاعه بيمنعوه، وكمان كابري بيروح البيت بالطيارة بتاعته وهو زعلان، وبيدخل بيرحب بأهله وبيسأل أمه إذا كان ينفع يعزم ولاد يلعبوا معاه علشان صحابه في المدرسة دايما مشغولين. المهم أمه بترفض الفكرة وبتقوله يروح يحضر لدرس الكيمياء بتاعه، واللي بيشرح ليه كيمياء عالم كيمياء مش مدرس عادي، وليه اختراعات واكتشافات كتيرة قوي، اسمه بروفيسور كامبين. وبيروح له ريتشي وبيلاقيه مشغول شوية بالاختراعات بتاعته. نروح بقى لمامته اللي بتكون مشغولة مع النحاتة علشان بتنحت تمثال لعيلتهم في حجم جبل. ونرجع تاني لريتشي اللي كان بيعرفه البروفيسور على اختراعاته الجديدة، واللي منها مادة بتدهنها على الهدوم تخليها مقاومة لكل حاجة حتى الرصاص، لا سحر ولا شعوذة. وبيوريه كمان روبوت في حجم النحلة من اختراعاته، ولما بيحاول يجربها بيشوفها كابري وبيفكرها نحلة وبيضربها وبيدمر الجهاز. وطبعا البروفيسور كامبين بيجري وراه. وبالليل بيزورهم صاحب أبوه ودراعه اليمين فاندوج، وبيقعدوا يتعشوا سوا. بس ريتشي مش بيتعشى معاهم لأنه مش بيطيقه، فبتقوله مامته كل وحدك بس كل أكلك كله، أما نصيحة ليها قيمتها بصحيح. فبيقوم يقول لها حاضر ويقوم رميل الكلب. وبيقعد يتكلم فان دوج مع ريتش في إنه لازم يرفض مجموعة من العمال اللي في شركته، ولازم كمان يبيع الشركات اللي بتفلس. بس ريتش بيرفض وبيقول إنه مش بيحب يطرد حد، وإن لازم العمال يحسوا إن الشركة شركتهم. وفجأة بيجري البروفيسور كامبين ناحية أبوه وبيقول له لازم تشوف الاختراع الجديد بتاعي، اللي هو بقى جهاز بيقدر يشم أي حاجة ويحدد إيه هي، وهي مناخيرك أثرت معاك في حاجة. وبيجربوا على كذا حاجة وبيطلع شغال لغاية ما يجربوا على الكلب. فبيقول لهم الجهاز إن جواه أكل ريتشي، فبيقوم قايل لأهله طب استأذن أنا يا جماعة. وفي الآخر بيمشي صاحب أبوه وبيوصلوا أبوه وأمه، بس مامته بتقول بالكلام قدامه على إنهم مخبيين كنز ليهم في معظم ممتلكاتهم. فالراجل دماغه بتبدأ تفكر كده وبيسيبهم ويمشي. تاني يوم بيصحيه كابري علشان المدرسة، وبيقعدوا يمارسوا الرياضة مع المدربة. وهو بيلبس هدومه بيلاحظ إن طلع له حبوب في وشه، فبيكلم أبوه على القمر الصناعي اللي هو عمله له، وبيقدر يحدد له موقعه في أي وقت. أما انتوا أغنياء عليكم حاجات. وبيقوله إنه بدأ يطلع له حبوب في وشه. فأبوه بيقوله معلش يا ابني أنا قاعد مع الرئيس دلوقتي 5 كده وهكلمك، وقفل معاه. فبياخدوا كابري وبيوصلوا المدرسة، وبيحضر حصصه اللي بيكون بيشرح له فيها خبراء، بس لا هو ولا زملائه بيكونوا مركزين مع مدرسينهم. كل واحد فيهم بيكون قاعد على مكتبه وملهي في ثروته. وبعدين بيخلصوا وبيقعدوا يتكلموا ويقعدوا يرازوا بعض شوية هو واصحابه، وبعدها كل واحد بيروح بيته، أقصد قصره. وهو مروح بقى بيكون متضايق، فبيقرر يغير جو، فبيخلي السواق يروح المكان اللي كان فيه الولاد بيلعبوا مع بعض، وبيقرر ينزل معاهم. ولما بينزل بيقعدوا يتريقوا عليه ومش بيرضوا يلعبوا معاه. ولما بيصمم يلعب معاهم بيسبول بيعملوا رهان وبيكونوا فاكرينه هيخسر، بس ريتشي بيلعب معاهم وبيكسبهم كلهم. فبيقوموا يقولوا له انت مش شبهنا ومش هينفع تلعب معانا، وخد فلوسك يا عم وامشي. فالكلام بيجرحه وبيسيب لهم الفلوس وبيمشي. لما بيرجع البيت بيكون بيستعد هو وأهله علشان يروحوا يقضوا أجازتهم مع ملكة إنجلترا نفسها. في نفس الوقت مسؤول الأمن بتاع أبوه بيحط لهم مواد متفجرة في الطيارة بالاتفاق مع صاحب أبوه فاندوج علشان يخلص من العيلة كلها ويستولى على ثروتهم. المهم
بيركبوا الطيارة، بس مامته بتلاحظ إنه زعلان، ولما بتسأل كادبري عن السبب فبيحكي لها على اللي حصل معاه ومع الولاد، فبيقترح عليها تسيبه معاه يقضي الأجازة وهو هيعرف يبسطه، فبتوافق وبينزل من الطيارة وبيسافر أبوه وأمه بيها وهم ما يعرفوش إن الطيارة فيها قنبلة. نرجع لريتشي اللي كادبري حب يبسطه، فاتفق مع العيال اللي هو قابلهم في الشارع علشان يلعبوا معاه في البيت، وبياخدهم ريتشي وبيرحب بيهم وبيعزمهم على ماكدونالدز المطعم اللي عنده في القصر، وبيبدأ يفرجهم على أوضته وحاجاته، وبعدها بياخدهم وبيلعبوا بالألعاب بتاعته اللي ما بتخلصش حرفيا، وفي الآخر بيقعدوا يتسابقوا مع بعض بالموتوسيكلات. وفي نفس الوقت أبوه بيكون نفسه ياكل شوكولاتة، فبيقوم يدور في السوبر ماركت، قصدي في الطيارة، على أي كراتين للشوكولاتة بالجهاز اللي بيشم أي حاجة، فالجهاز بيقوم يقوله على كرتونة معينة إن فيها مواد متفجرة، ولما بيفتحها هو ومراته بيلاقي قنبلة، فبيرميها من الشباك بسرعة، لكن للأسف ما بتلحقش تبعد وبتنفجر في ديل الطيارة وتقع بيهم الله يرحمهم. نرجع تاني لريتشي اللي بيبقى خلاص خلص يومه مع أصحابه الجداد، وبيروح علشان يسلم عليهم ويتفق معاهم إنه هيزورهم، وبتيجي الخدامة وبتقول لريتشي إن أهله في خطر، فبيجري على القمر الصناعي علشان يحدد مكانهم، بس للأسف القمر الصناعي ما بيوصلش لحاجة. وفي نفس الوقت بيكون فان دوج قاعد فرحان لأنه فاكر إن الطيارة انفجرت بالعيلة كلها، وإنه خلاص هيبقى المدير الجديد لشركة ريتش، لدرجة إنه قاعد على مكتب ريتش نفسه، ولما بيدخل عليه مسؤول الأمن فريكسون فبيقول له فان دوج تفتكر هنلاقي كنز العيلة فين؟ فبيرد عليه وبيقول له إن ريتشي طلع مركبش معهم الطيارة وإنه لسه عايش. مفاجأة مش كده؟ فبيتعصب عليه وبيقول له سهلة يعني، ده أنا قتلت أبوه وأمه، أكيد مش هغلب على عيل صغير. وبيشوف ريتشي على التلفزيون خبر إن طيارة أبوه وأمه وقعت، وإن السلطات مش لاقية أي جثث ليهم ولا حتى عارفة تحدد هم فين، فبيقول لكادبري إنه متأكد إنهم عايشين. نروح لأبوه وأمه اللي بيبقوا عايشين فعلا زي ما ريتشي كان حاسس، وموجودين على قارب في عرض البحر ومستنيين من البوليس إنه يحدد مكان الطيارة ويوصل لهم، لكن بتقول أم ريتشي لجوزها إن اللي حط القنبلة أكيد فان دوج، وإنه كان لازم يطرده من زمان، فبيقول لها أنت عارفة إني مش بحب أطرد حد، ولازم يكون كل همنا دلوقتي إننا نرجع علشان نحذر ريتشي لأنه كده أكيد في خطر. وبيكون فان دوج خلاص مسك الشركات وبيبدأ يقفل معظمهم ويطرد موظفينهم، فبتتصل عليه صاحبته الجديدة كلوريا اللي بتكون مامتها شغالة في شركة من شركات أبوه اللي اتقفلت، وبتحكي له على اللي حصل، فبيقول لها إنه مش سبب في ده وإنه هيحاول يصلح اللي حصل. وبيروح الشركة فوراً وبيقول لكادبري إنه لازم يعتبر نفسه مكان أبوه وإنه يصلح المشكلة دي، وبيطلع وبيقابل فان دوج اللي بيكون قاعد على مكتب أبوه، فبيقعد ريتشي على المكتب وبيقول له أنت قفلت الشركات ليه؟ ما تعملش حاجة من دماغك، ومن هنا ورايح أنا اللي هدير الشركة وأنا زي بابا بالظبط في كل حاجة. فبيقول له أنت سنك ما يسمحلكش تعمل كده، فبيرد عليه كادبري وبيقول له إنه الوصي بتاعه وإنه اداله الإذن إنه يعمل كده. فبيمشي فان دوج وهو مقهور ومتغاظ من اللي سمعه. بيبدأ ريتشي يدير الشركة ويحضر كل الاجتماعات وياخد قرارات مصيرية، وبيرجع الشركة تقف على رجلها من تاني. وفي يوم بيزوروا صحابه الجداد وبيكون عنده اجتماع عن أسباب فشل الشوكولاتة بتاعة المصنع بتاعه، فبياخد رأيهم في الشوكولاتة محتاجة إيه وبينفذ كلامهم، وبيقوم المصنع تاني بعد ما وقع. وبيبدأ ريتشي ياخد مع أصحابه الشركة كل يوم علشان يساعدوه. بيتضايق فان دوج من اللي بيحصل وبيقرر مع فريكسون إنه يخلص من كادبري علشان هو الواصل الجديد على ريتشي، وبكده الشركة تبقى في إيده. نروح بقى لأبوه وأمه اللي بيفقدوا الأمل في إن حد يلاقيهم، بس فجأة بيلاقوا شنطة من شنطتهم اللي وقعت من الطيارة. وفي نفس الوقت بيكون في اجتماع في الشركة برئاسة ريتشي، بس الشرطة بتدخل وبتقبض على كادبري وبتتهمه إنه قتل أهل ريتشي، وإنهم لقوا القنابل عنده في الأوضة. طبعا مش محتاجة أقول لكم مين اللي عمل كده، هو فان دوج، لأنه هو اللي حاطط القنابل دي علشان يخلص من كادبري. والخبر بدأ ينتشر في الصحافة، وأول ما بينزل ريتشي من الشركة بيلاقيهم في وشه فبيهرب منهم، لكن فان دوج بيقف يتكلم معاهم وبيقول لهم إن المحكمة خلاص عينته الوصي الجديد على ريتشي. وبيرجع ريتشي البيت وبيحاول يعرف مكان أهله، بس القمر الصناعي برضه مش بيوصل لحاجة. فجأة بيدخل عليه فريكسون وبيقول له إنه مش هينفع يخرج من البيت تاني، وبيعلق له كاميرات في أوضته وفي كل البيت. وبيكون فان دوج قاعد في المكتب وبيسأل فريكسون عن الكنز بتاع العيلة وإنهم لازم يلاقوه،
وبيخططوا إنهم يقتلوا كادبري وهو في السجن، بس على الله محدش ينخرب ورانا. وفي نفس الوقت بيكون البروفيسور كيم بين بيتصنت عليهم عن طريق جهاز كده من اختراعاته، وبيجري يحكي لريتشي على كل اللي حصل وإنهم لازم يتصرفوا. وبعدها بيقرر إنه يخترع مادة بتدوب الحديد، وبيقرروا يبعتوها لكادبري علشان يهرب بيها من السجن قبل ما يقتلوه، وبيحطوها في أنبوبة معجون سنان، وبياخدها ريتشي وبيروح زيارة لكادبري السجن، وبيسيب له علبة معجون السنان بحجة إن أسنانه حساسة ومحتاجة معجون ليها ضروري، ومعاها رسالة مكتوب فيها إن حياته في خطر. وبيدخل كادبري الحمام وبيقرأ الرسالة وبيستغرب، وبيحط معجون الأسنان علشان يستخدمه، فبيلاقيه سيح الفرشة. فجأة بيهجم عليه واحد من المساجين وبيحاول يقتله، فبيدافع عن نفسه وبيرميه بعيد عنه، وبيستخدم المعجون وبيسيح بيه الحديد، وبيهرب من الشباك بعد ما بيلبس لبس الراجل اللي كان هيقتله. وأول ما بيطلع بيلاقي ريتشي في انتظاره. نروح لفان دوج اللي بيحاول يستجوب البروفيسور على مكان الكنز، بس البروفيسور بيطلع جدع ومش بيقول على أي حاجة. وفي نفس الوقت بيروح ريتشي وكادبري في بيت كلوريا، وبيحاول يستخدم الكمبيوتر بتاعها علشان يدخل على القمر الصناعي بتاعه ويحدد مكان أهله. وبيكون أبوه عامل جهاز كده علشان يساعد القمر الصناعي إنه يحدد مكانه وابنه يلاقيه. المهم أول ما ريتشي يدخل على القمر الصناعي الكاميرات اللي في أوضته بتاخد بالها فجأة، فبيجري فريكسون وبيفصل السيرفر عن الجهاز اللي ريتشي قاعد عليه قبل ما ريتشي يعرف يحدد مكانهم، وبيعرف إن الراجل والست ما ماتوش، وبيروح يبلغ فان دوج اللي بيبعت لهم طيارة تخطفهم. وبيجمع ريتشي أصحابه وبيروحوا يدخلوا القصر بتاعهم علشان يوصلوا للكمبيوتر بتاعه ويعرف مكان أهله ويستخدم الألعاب بتاعته، وبيحدف شكاير على الحراس علشان يخلص منهم، وبيعرف يدخل من باب القصر اللي من ورا. وأول ما بيدخلوا بيلاقوا البروفيسور متكتف، فبيحاولوا يفكوه، وبيقول لهم إنهم عايزين يلهوا الحراس. فبيقوم البروفيسور بيحط مية بتعمل رغاوي في المية بتاعت القصر، وبيروح العيال وبيقفلوا كاميرات المراقبة، وبيدخل ريتشي أوضته وبيحدد مكان أهله، لكن الجهاز بيقوله إن أهله موجودين جنبه. فبيستغرب وبيبص ورا، بيلاقي فان دوج ومع أهله ومكتفهم، وبيبدأ الحرس يقبضوا على أصحاب ريتشي كلهم. وبعدين فان دوج بيقوم يسأل أبو ريتشي عن مكان الكنز بتاعهم، فبيقول له إن الكنز قدامك في الشباك. وأول ما بيبص بيلاقي الجبل اللي منحوت على شكلهم، وبيقول لهم إنه عايز الكنز مقابل إنه ما يقتلش ابنهم. وبياخد فريكسون ريتشي وأصحابه وبينزل بيهم المعمل علشان يحطهم في جهاز ويسيحهم، بس البروفيسور بيحط مادة بتلزق على الأرض، وبيلزق فريكسون ورجالته، وبيلزق البروفيسور هو كمان معاهم. ما شفتش في ذكائك. بيستخدم النحلة علشان يقفل بيها المكنة، وبكده ينقذ ريتشي وصحابه. في نفس الوقت بيكون فان دوج واخد أهله وبيخليهم يفتحوا الخزنة اللي في الجبل، وأول ما بيدخل بيلاقي كنز فعلا عبارة عن شوية تذكيرات ليهم، فبيتعصب وبيكون هيقتلهم، بس ريتشي بيوصل وبيحاول فان دوج يقتله، بس هو بيكون داهن نفسه بالمادة المقاومة للرصاص، وبيضربه هو وأهله وبيهربوا ويقفلوا عليه الخزنة. بس فان دوج بيجري وبيقفل الباب، وبيجري ريتشي مع أهله وبيوصلوا لطريق سد، وبيضطروا يطلعوا على سلالم علشان يهربوا، وبيكون وراهم فان دوج وبيقعد يضرب عليهم نار، وكمان فريكسون اللي بيستخدم الليزر اللي بينحتوا بيه التمثال علشان يقتلهم. وهنا بيجي كابري وبيضربهم وبيحاول ينقذهم، فبياخد الليزر منه وبيشير بيه على فان دوج وبيوقعه، وبيقعدوا أهل وريتشي يضربوا فيه، وبينقذ ريتشي عيلته وبيعيش حياة سعيدة بعد ما بقى ليه صحاب جدعان بيعتمد عليهم وبيجيبهم دايما قصره، وبيقعدوا يلعبوا سوا. وبيكون مصير فان دوج وفريكسون انهم يشتغلوا عمال نظافة عند ريتش علشان ريتش مش بيحب يطرد حد. وهنا بقى بتكون خلصت حكايتنا.